قبل الدخول في تفاصيل الفيديو يجب عليكم سماع ومشاهدة هذه القصة البسيطة للتوضيح، وأيضا ضع الهاند فري أو الإيربودز لمشاهدة هذا الفيديو بأفضل طريقة ممكنة. مشاهدة ممتعة للجميع. كان في شاب طبيعي جدا ومتفوق في دراسته، كان عنده شلة كبيرة جدا من الأصدقاء، وفي فترة معينة بدأ يحس إن أصحابه بيتكلموا عليه من وراه وإنهم بيتجنبوه، ومع الوقت بطل يخرج معاهم. لما حد يكلمه كان بيشك جدا في كلامه، وصل لمرحلة إنه يشك في أهله نفسهم، افتكر إنهم بيحاولوا يتحكموا في حياته. ممكن العقل البشري يلعب أدوار مخيفة ويوصل لنا أفكار مش ممكن نهرب منها، وتفتكر إن كل حد حواليك بيتآمر عليك، وشايف دايما إن الناس بتراقبك طول الوقت أو إنك في خطر مستمر. عايز أقولك إن كل ده مش مجرد هواجس، دي حالة حقيقية من حالات علم النفس اسمها البارانويا، حالة مليانة غموض ورعب، وبتخلي اللي عايشها يسجن نفسه في عالم من الشك اللي ما بينتهيش. لكن السؤال الحقيقي بقى هنا، هل الشخص اللي بيعاني من البارانويا فعلا مظلوم ولا عقله بيلعب بيه ألعاب مدمرة؟ بس تفتكروا بقى ايه اللي ممكن يحصل لما الإحساس ده يبقى جزء من حياتك اليومية؟ لما كل كلمة أو كل نظرة أو كل حركة تشوفها على إنها تهديد. عالم غريب فعلا ممكن يدمر حياة أي حد حتى لو كان أقرب الناس ليك. ودلوقتي عزيزي المشاهد، تعال نغوص أكتر في أعماق الحالة الغريبة دي ونفهم إزاي بتأثر على حياة الشخص اللي بيعيشها. بارانويا أو زي ما بنقول جنون الارتياب، هي حالة نفسية خطيرة بتخلي الشخص دايما شايف إن في تهديد حواليه. يعني ممكن يبقى قاعد في أمان ومع ذلك يحس إن اللي حواليه بيتآمروا دايما ضده. لو حد بصله يبقى أكيد في حاجة غلط، لو سمع حد بيضحك له يبقى أكيد الضحكة دي ليه. أي تصرف من اللي حواليه بيتفسر على إنه خطر أو محاولة للإيذاء. وواحدة من أهم الأعراض هي الشك المبالغ فيه. دايما الشخص اللي بيعاني من البارانويا بيبقى فاكر ان الناس اللي حواليه بتحاول تخدعه او تأذيه. مفيش اي موقف بيعدي عليه كده بسلام، كل حاجة بيحللها ويفسرها على انها جزء من مؤامرة كبيرة بتتم ضده. حتى ابسط الكلمات والتصرفات العادية، زي ان حد يسأله سؤال بسيط وهو يترجمها على انها استفزاز او تقليل من قيمته. كمان عندك الحساسية المفرطة، يعني اي كلمة تتقال له او اي موقف يحصل له بتمسه بعمق وتخليه يفكر فيها بزيادة. ممكن ياخدها على انها اهانة او تلميح لحاجة مسيئة ليه، ومع الوقت بتلاقي الشخص ده بيبدأ يبعد عن الناس. ومش بس كده، ده بيحس انه وهو لوحده بيبقى في امان اكتر، لان العالم اللي حواليه بقى مليان مخاطر. فبيكتشف وقتها ان العزلة هي الحل الوحيد بالنسبة ليه. عقله دايما شغال وما بيبطلش تفكير، وبيتخانق مع افكار مش بتخلص، وكمان ترقب لاي موقف جاي كأنه بيجهز او يستعد للدفاع عن نفسه. البارانويا عزيزي المشاهد مش بس افكار مزعجة، لكنها حالة كده بتتحكم في حياة الشخص بالكامل. وتبص تلاقي علاقاته بتتبهدل مع اصدقائه او اهله لمجرد انه بيفكر او بيتوهم في ان الشخص ده بيخطط لإيذائه. شغله بيبقى في خطر لانه دايما شايف ان زمايله والمديرين ضده. حتى اللحظات البسيطة زي الاكل والنوم بتبقى متأثرة لانه مش قادر يهدي عقله من الافكار المرعبة اللي بتحاوطه. العقل البشري عنده قوة رهيبة، ولو دخل في دوامة البارانويا الدنيا بتبقى معقدة وبتخلي الشخص يفقد الإحساس بالأمان ويعيش في خوف مستمر. كل تفصيلة صغيرة بتتحول لحاجات كبيرة جواه. أهي البارانويا بقى بتلعب على الفكرة دي وبتخلي الشخص يعيش في عالم موازي مليان بالمخاطر اللي مش موجودة في الحقيقة أصلا. للأسف عزيزي المشاهد، البارانويا مش بتتعالج بسهولة، لكن لسه في أمل. يعني لازم تبقى عارف إن العلاج النفسي هو الحل الأساسي. كمان الأدوية ممكن تساهم في تهدئة الحالة وتقليل الشكوك المبالغ فيها. ولو الشخص بيلتزم بالعلاج وبيواجه مخاوفه ممكن جدا يرجع لحياته الطبيعية تدريجيا مع الوقت. في النهاية عزيزي المشاهد، عايزك تبقى فاهم إن البارانويا مش بس هواجس أو إنها مثلا خوف عابر هيعدي مع الوقت، لكن لأ، نقدر نقول عليها
إنها وحش جوه العقل بياكل في ثقة الشخص بنفسه وباللي حواليه، ولازم الشخص يعرف إن الأفكار دي مش حقيقية، ولازم برضه يواجهها قبل ما تسيطر عليه تماما. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشرفني بالاشتراك في القناة. الله غالب. سلام.